اقول لكم النهارده على طريقه حلوه قوي لتخليل مخلل اللفت. اول حاجه طبعا مسكت لفت كده، غسلته ونضفته وحطيته في المصفى يتصفى، ما يبقاش فيه ميه خالص. ودايما لما تجيب اللفتات تجيب اللفتات الطازه الطريه الحلوه. طبعا انا بحب اعمل العيدان لان عيالي بيحبوا العيدان، بيبقى طعمها حلو قوي في التخليل. اول حاجه كده هتجيب رطل ميه مبدئيا كده، وتحط عليه معلقتين ملح كبار خشنين. الملح الخشن بيبقى حلو في التخليل. لو انت بتحبيه مالح شويه زي ما احنا بنحبوه حط معلقتين ونص. وبعد كده حط حته بندقيه بس كده علشان تديله لون. لو انت مستعجله عليه هتحط معلقتين خل، مش مستعجله ما تحطيش خل طبعا. والسر بتاعنا اللي بيخلي المخلل مقرمش معانا ويحتفظ بلونه وطعمه فتره طويله، معلقه السكر. لو بتحبيه حراق شويه هتضيفي له برده ربع معلقه شطه. نسيب المحلول ده على جنب كده ونجيب البرطمان بتاعنا. طبعا يفضل البرطمان الازاز في التخليل، بيبقى حلو قوي. طبعا غسلاه ومنضفاه ومعقماه خالص، هو ناشف مفيش اي حاجه. هبدا الاول كده احطه في ارضيته قرن شطه حراق. على فكره الحاجه ما تكون حراقه معاكي بتعيش فتره طويله وما بتنعمش معاك خالص، بتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده ابدا اعبي بقى. بعد كده تنزلوا المحلول بتاعي عشان البنجر بس ميبقاش فوق، لان لو حطيت الميه فوق البنجر هيبقى فوق، فاحنا عايزين البنجر يبقى في النص. سبحان الله العظيم يا دوب. اللفت ده كانت الراس بتاعته صغيره، كان جاي من البلد وكده، فما كانش فيه راس كبيره يعني، فعلشان كده اكتره عيدان. كده خلصنا. نحط فوق نص قرن شطه بس كده. حطيت كمان ربع لتر ميه وهضيف عليه معلقه ملح كمان. بعد كده بقى تقفل، ترجعي ترجيه رجه كده ورجه كده عشان الشطه والملح يبقوا زي بعض بالظبط. وتسيبيه بقى، لو انت عايزه تاكلي منه هتفتحي عليه بعد 3 ايام ان شاء الله تلاقيه مظبوط معاكي وحلو خالص. عايزه بقى تسيبيه رمضان، تسيبيه شهرين، تسيبيه 3، هيفضل عايش معاكي بالقرمشه واللون والطعم باذن الله، مفيش تغيير خالص. وكده خلصنا مخلل اللفت يا حبايبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك بالقناه. مع السلامه.